صباح الخير. فيديو جديد هنعمل مع بعض النهارده كذا حاجه كده، حلويات سهله وبسيطه وتعمليها لاولادك يقوموا يفطروا بيها، يتغدوا بيها، يتعشوا بيها. احنا ماشيين بنظام فطار غدا عشاء، يعني على قد ما بنقدر بنوفر واقتصادي. الفيديو حلو، اهم حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اول حاجه معايا 5 كيلو من الحليب. هنعمل زي ما قلت لكم كذا حاجه. اهم حاجه تكوني مجهزه كل حاجتك. معايا شربات، ده اول نوع يعني، ومعايا كمان كاستر بالشوكولاته، طبعا الولاد كلها بتحب الشوكولاتات. وهنعمل كمان رز بلبن، وفي حله كمان هجيبها ثانيه واحده، حله الرز. هقول لكم اهم حاجه مقادير الرز بلبن. الكوبايه دي عايرت بيها كوبايتين من الرز. كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه، هنا العكس بقى، كوبايه الرز اخدت كوبايتين من الميه. ماشي، حطيت كوبايتين من دول رز عليهم 4 كوبايات من الميه وسلقتهم. عاوزاهم مسلوقين يعني سلقه جامده زي ما انتم شايفين كده. هحط عليهم قد ايه؟ 3 كيلو من اللبن. واحده واحده تاني. كوبايتين الرز عليهم 4 كوبايات من الميه، 3 كيلو من اللبن اللي هو الحليب. دي كده مقادير الرز بلبن. ومعايا السكر، هنشوفه دلوقتي هنحط سكر قد ايه. وكمان هحط معلقتين بس من النشا، مش هحط نشا كتير لان هو اساسا هيبقى فيه النشا بتاعه، لان عاملاه كله باللبن، ما زودتش ميه خالص. دي مقادير الرز بلبن. على البوتاجاز بقى كل حاجه هقول لكم على مقاديرها. اول حاجه هقسم اللبن بتاعي على الحلل بتاعتي زي ما هعمل. حلو كده، حوالي يعني كيلو من الحليب. وهنا كمان كيلو، بس كده. في الحله دي بقى 3 كيلو لان عاوزه الرز بلبن اكتر. مظبوطين كده يعني. كده بقى ال3 كيلو هنزل بيه بالرز بتاعي. الرز طبعا مستوي، مش هيعوز سوى تاني ولا هيعوز حليب زياده، يعني هما الكوبايتين هيجوا على قد ال3 كيلو الحليب اللي هنا، مظبوطين قوي. اهم حاجه الرز تكوني مسويه كويس. حلو قوي كده. يلا بينا بقى على البوتاجاز علشان تكونوا قريبين مني كده ونشوفوا. بس اهم حاجه دعوه حلوه من القلب، ربنا يا رب كل واحد بيتمنى حاجه او نفسه في حاجه ربنا يحققها له. يلا بينا كده على البوتاجاز. صباحكم زي الفل ان شاء الله. اول حاجه هنخلصها كده على طول، يعتبر يعني نصها خالص، الرز بلبن. بعد ما حطيته هتحطي سكر قد ايه؟ على 3 كيلو اللبن وكوبايتين الرز هحط كوبايتين من السكر، وهيطلع مظبوط قوي. وهنشوف يعني مش هزود تاني. عاوزه يكون اللبن بتاعك كده اكتر من الرز، يعني شايفين كده بقلب الرز براحته. مظبوط قوي كده. هحطه بقى على نار كده جنبي، ومعانا بصي هشغل العيون كلها في وقت واحد. معايا كيلو اللبن، هياخد 3 معالق هرميين من النشا، ده علشان خاطر المهلبية، ونص كوباية من السكر. هيبقى مظبوط قوي على الكيلو اللبن. طول ما انت واقفه بقى قلبي كله، يعني انت لو انت هتقدري تقلبي كل حاجه موجوده على النار اعملي زي ما عملت كده. يعني بصي مشغله ال3 عيون عادي خالص. وكمان غاسله الاطباق بتاعتي ومجهزاها اللي هحضر فيها واحط فيها، غسلاها ومكفياها ومتصفيه وزي الفل. بعد كده هنعمل كاستر بالشوكولاته، طعمه حلو. اول مره اعرف ان في كاستر بالشوكولاته، معرفش بقى هو من زمان وانا اللي ما كنتش واخده بالي ولا ايه، مش عارفه بصراحه. كنت عارفه ان في الكاستر الاصفر واللي هو محمر شويه، لكن اللي بالشوكولاته ده اول مره اجربه وطعمه حلو. جربيه ان شاء الله، ولادك يعني هيعجبهم. حطيت على كيلو اللبن معلقتين هرميين كده من الكاستر، لكن هرجع احط كمان معلقه. يعني هو هياخد زي المهلبيه 3 معالق بالظبط، وكمان نص كوبايه من السكر. مظبوط كمان، والسكر بتاعه كان مظبوط. هدوقه كمان وهو على النار وهقول لكم ان هو كده مظبوط. خلاص وديته بقى على النار هناك وايدي فيه يعني. المهم ان انت الحاجه وهي على النار قلبيها كويس. المهلبيه كده خلصت والقوام بتاعها مظبوط قوي. حسيتي ان هي خفيفه، ربع كوبايه ميه هتزودي النشا وترجعي تحطيها تاني. ما تقلقيش خالص عادي يعني. بعد كده هحط بقى شربات، ده اللي هيخلي المهلبيه حمراء. ولادي ما يعرفوش يعني ايه مهلبيه بيضه، اعملها لهم بيضه يقولوا لي لا، ايه المهلبيه دي، احنا عايزين مهلبيه حمراء. لان يعني متعوده اعملها كده من صغرهم. بحبها قوي. وكمان الشربات بيديها طعم مسكر كده، بيخليها حلو. جربيها. ما بحطش على طول مره واحده، حبه بحبه، وبفضل اقلب لحد ما تاخدي اللون اللي انت عاوزاه. اللون ده حلو قوي وقوامه مظبوط. يبقى كده اول حاجه خلصناها المهلبيه. بعد كده شفت زي ما قلت لك، حسيت ان هي خفيفه. الكاستر حطيت ربع كوبايه ميه عليها معلقه كمان، هقلبها كويس وهنزل واحده واحده وايدك بتقلب علشان ما يكتلش منك.
بدوقه هنا مظبوط، السكر بتاعه كله، السكر بتاعه كان مظبوط الحمد لله. كمان ده كمان خلص. هعمل ايه بقى لو سبتهم؟ بيعملوا طبقة من على الوش كده. يعني عندي الكاستر عمل طبقة من على الوش صغيرة كده، فدي ضايقتني وانا يعني وانا بحطه في الاطباق، بقى عامل لون في حتت كده، عاملة لون غامق غامق شوية. خلاص هوطي عليه وهسيبه. حطيت هنا معلقتين من النشا، هحطهم على الرز بلبن، وزي ما انتوا شايفين كده بنزل بيه واحده واحده علشان ما يكتلش مني. كده خلاص خلصناه ومظبوط بقى. يعني انا قلبته هنا، بقولك القوام مظبوط وكل حاجه خلصت. المهم ان ايدك تبقى في كل حاجه بتقلبيها كويس. انتي بتخلصي على طول اي حاجه زي ما قلتلك. الاطباق بتاعتك تكوني محضراها علشان تنزليها على طول في الاطباق. لو سبتيها بتعمل طبقه وهتكتل منك ومش هتبقى كويسه. بتنزل من على النار على طول فضيها. كنت سايبه الكاستر والمهلبيه على نار واطيه، يعني اقل ما تكوني موطيها على الرز، يعني كأنك حاطه شياطه. هحطهم كده في اطباق اهيت زي ما انتم شايفين، وهنا بقلبه. ده اللي بقول لكم عليه. كان عامل طبقه، يعني اللبن عامه انت لما بتسيبيه بيعمل طبقه خفيفه كده من على الوش. فالكاستر لما سبته عمل الطبقه دي، كانت غامقه شويه لكن عادي ولا بيهمنا. بص يعني بندوس ان شاء الله في الحديد. اي حاجه يعني بنلاقي لها بعون الله الحمد لله مخرج. هنبدا كمان الرز بلبن. شايفين الرز بلبن مش تقيل، يعني اللبن مش كتير، الرز مش كتير قوي. تحسي ان اللبن يعني كتير. انا مش عاوزاه يكون الرز في الوقت ده اكتر من اللبن. كده كويس. لو انت ايدك خانتك في المعيار ممكن تزودي لبن تاني، او ممكن تغلي شوية مية وتحطيهم. المهم ان عاوزاه زي كده يكون خفيف وقوامه حلو، علشان كله باللبن كان طعمه وريحته كان يعني، وهو على النار كده تشمي ان هو ده رز بلبن. كده خلصتهم ما شاء الله. طلعت كمية كويسة قوي من 5 كيلو حليب زي ما قلتلك. شايفين الكاستر هنا اهو، ده اللي بقولك عليه. النقط الغامقة دي ده الوش اللي كان معمول، لكن ما كتلش مني ولا اي حاجة الحمد لله. طول ما ايدك فيه وهو على النار هيطلع زي الفل زي ما انتوا شايفينه كده على طول. عندك سوداني، ده السوداني اللي استخدمته بجيبه من عند الحلواني اللي بيبيع مستلزمات الحلواني، بيبقى عنده متقشر وجاهز كده. بتلاقي السودانية يعني صغيرة شوية، دي بتاعت الحلويات. هنا جرشته نص جرشة، يعني هتلاقي فيه حتت صغيرة كده. محبتش انعمه قوي. بحب السوداني على اي حاجة. اللي متابعيني عارفين بقول لكم يعني فاضل ربع كيس من السكر، ما اخدش كيس السكر كله، فاضل كمان منه ربع، والسكر كله كان مظبوط. هبدأ احطه. وهنا كمان عندي شوكولاتة شيبس، حطيت على الكاستر اللي بالشوكولاتة، يعني كل شوكولاتة بقى. وكمان على المهلبية عندي النجوم دي شكلها حلو الوان كده، حطيتها ادت منظر والولاد بيحبوها. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ والله شكلهم يفتح النفس. لو عندك مناسبة عيد ميلاد ممكن تعملي الحاجات دي وتحطيها على السفرة، الولاد بيحبوها. هنا كانوا لسه نايمين، انا قمت بدري وهم لسه كلهم كانوا نايمين. عملته ما اخدش مني وقت خالص في عمايلهم. اول حاجه الرز بلبن هجيلكم بقى من قريب علشان تشوفوا الجمال بجد، طالعه تحفه. شايفين كده؟ ومن فوق كمان اي مكسرات بسيطه، مش هقول لك حطي مكسرات غاليه ولا حاجه. بصوا بقى الرز بلبن كريمي قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. مظبوط جدا. المقادير بتاعته كمان كانت مظبوطه قوي. ان المهلبيه الحمرة الحلوه دي شايفينها قد ايه كريمي، مظبوطه قوي. السكر بتاعها مظبوط، كل حاجه فيها كانت مظبوطه. شايفين عامله ازاي اهي. يا رب تكون باينه كده، لان كل ما بقرب بيعمل عكس طبعا الاضاءه. بجد تحفه. شايفين؟ وكمان الكاستر متهيألي باين اهو. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القوام بتاعه مظبوط جدا اهو. معرفش هو موجود من زمان ولا ايه، المهم ان انا اول مره اعرفه يعني او اشوفه. انا اعرف ان في اصفر وفي اللي هو محمر شويه، بس اكتر حاجه بحبها اللي هو الاصفر. اول مره اشوف اللي بالشوكولاته. بس كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب يكون حلو وبسيط. ما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير. مع الف سلامه.